يلا بينا نعمل طبق قلقاس سهل وسريع جدا 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 وطعمه بجد وهمي. لازم تجربوه. اول حاجة في حلة كبيرة هنحط 2 لتر من الشوربة، واول ما الشوربة تغلي هننزل بواحدة قلقاس متقطعة مكعبات قد بعض. تمام، لازم المكعبات تبقى قد بعض عشان تستوي زي بعض. بعد ما حطينا القلقاس كله هنسيبه، هنغطي ونسيبه على النار لحد ما يغلي، وهنحط معاه كيس مرقة فورية او مكعب مرقة عادي، وهنغطي عليه ونسيبه يستوي. وفي خلاط او كبة صغيرة هنحط حزمة سلق مع حزمة كزبرة، ونحط عليهم حوالي ربع كوباية مية عشان بس يتخلطوا كويس، وهنبدأ نفرمهم لحد ما يبقوا مية تماما، لحد ما يبقاش فيه اي قطع خالص. تمام، طبعا السلق احنا نضفناه وخدنا الورق بتاعه، والكزبرة نفس الكلام نضفناها وشلنا الاعواد بتاعتها، فكل حاجة نضيفة 100%. بعد ما اتفرم جدا جدا بصوا بالشكل ده بقى خلاص مية، هنجيب مصفى وبولة عشان هنصفي بقى الخليط ده او الكزبرة والسلق هيتصفوا تماما تماما من المية. بصوا اصلا اول ما حطيتها المية على طول نزلت. هفضل اقلب كويس لحد ما كل المية تنشف وتنزل من الخليط بتاعنا. تمام، بعد ما قلبناهم كده بصوا هيطلعوا معانا كمية في الاخر صغيرة جدا، هي دي اللي بتتبقى في الاخر. بعد بقى ما القلقاس استوى، طبعا هنعرف ان هو استوى ازاي، بنطلع واحدة ونقسمها نصين، لو اتقسمت بسرعة كده يبقى هي زي الفل. هننزل بقى بالمية اللي خدناها من الكزبرة والسلق بالشكل ده، ونحطهم على القلقاس ونسيبها تغلي غلوة بسيطة خالص عشان بس القلقاس ما يتهريش معانا. تسيبه بس غلوة بسيطة بالشكل ده، واول ما يبقى كده خلاص هو كده زي الفل هنشيله من على النار. يلا بينا بقى نعمل الطشة. طاسة هنحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، ممكن طبعا تحطي سمنة على زيت اللي انت حباه، وننزل ب10 فصوص توم مفرومين كويس قوي، حلو قوي كده. اول بقى ما ياخدوا لون خفيف هنحط معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، واول ما اللون بتاعه يبقى ذهبي فاتح هننزل بقى بالحبة اللي اتبقوا معانا في المصفى بالشكل ده، ونفضل نقلبهم على نار متوسطة لحد ما لونها هيبقى بني اللون ده بالظبط. ويلا نسمع صوت الطشة. بجد حكاية. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض وكده القلقاس معانا بقى جاهز. طبعا القلقاس بيتقدم بقى مع طبق رز بالشعرية وهمي بالشكل ده. هنقدمه بقى، هحط الرز حوالين الطبق، بعد كده اول ما املي الاماكن كلها هقلب الطبق واحط فيه القلقاس بالشكل ده بالظبط. القلقاس كان ريحته وطعمه بجد وهمية، عجبتني جدا، انا من عشاق القلقاس بعشقه. وكمان طريقته سهلة قوي قوي قوي، فمش محتاجة اي مواعين كتير ومش محتاجة فرهضة. شايفين لونه حلو قوي ازاي؟ وكان طبعا الطعم حكاية. هستناكم تجربوها وتقولي رأيكم فيها. بصوا مع الرز بقى فعلا كان طعمه تحفة تحفة تحفة. لازم تجربوها وتقولوا رأيكم. باي باي.